بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يوم جديد ان شاء الله النهارده مع بعض، وهنعمل ممبار الحلو قوي 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 ده. النهارده بص مقرمش ازاي من بره، وحرف مقرمشه ولونه ذهبي، وكان طعمه بجد ما شاء الله تحفه. جربوها النهارده. بنعمل ممبار بقى بالخلطه السريعه. انا بحب اعمل ممبار دايما خلطته ني في ني، ما بحبش اسبك له كده، بيبقى طعمه احلى بكتير. واللي جرب الممبار فعلا بالخلطه الني في ني عمره ما هيسبك له ويعمل الحاجات دي كلها. صلوا على الحبيب كده وسموا الله، ويلا نبتدي مع بعض نعمل خلطه. بالظبط هتاخد منك 10 دقايق. يلا نستعين بالله كده ونسمي الله. اول حاجه النهارده بطل النهارده هو الكبه بتاعتنا، هنعمل كل حاجه في الكبه ان شاء الله. اول حاجه هنفرم البصل بتاعنا. انا قطعت 3 4 بصلات كبار حلوين كده، يعني على قد الكميه اللي عندي. انت طبعا لو هتعملي ممكن تعملي بصله كبيره او بصلتين على حسب الكميه اللي هتعمليها. النهارده عملنا ما شاء الله شويه حلوين، فقطعت 3 بصلات كبار كده وفرمتهم في الكبه. ادي اول حاجه خلصت معانا في ثانيه. الكبه بتسهل الدنيا معانا جدا في التقطيع. طبعا لو مش معاكي هتقطعها على ايديكي عادي، مفيش اي مشكله. هنفضي البصل عندنا، والتانية بعد مكان البصل على طول هنعمل الطماطم. ليه هنعمل الطماطم في الكبه؟ عشان طبعا هي في الخلاط بتعمل بتسرد ميه جامد قوي، وكمان بتحتاج تضيف لها ميه، فاحنا مش عايزين اي ميه، احنا عايزينها تبقى ماسكه نفسها. ففرمتها في الكبه كويس جدا. ادي البصل اهو خلص. الاخضر ده كانت بصله خضراء حطيتها معاها بس. هنحط بقى البهارات: معلقه كزبره كبيره، معلقه نص معلقه كمون او معلقه كمون كبيره كمان، وهنحط نص معلقه فلفل اسود، وهنحط ملح، وهنحط مكعب مرقه. تمام كده. تمام. بصوا قلبت اهو مع بعض. بصوا عشان الطماطم مفرومه في الكبه والبصل في الكبه مش منزل ميه جامده كتيره ازاي، فهتلاقي الرز اول ما يتحط الرز يشرب الميه الزياده دي، وتلاقي الخلطه ماسكه نفسها مش مصيصه منك. الخضره هجيبها واغسلها كويس او اقطعها واضيفها مع الخلطه بتاعتي، واحط مكعب، لا احنا حطينا مكعب مرقه، احط معلقه صلصه كبيره واقلب. بصوا ما شاء الله الخضره خضره وجميله ازاي. عايزين شكل الخلطه ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. طبعا الممبار ممكن تعملي اي حاجه بقى جنبها انت بتحبيها، تعملي لحمه، تعملي فراخ، تعملي ممبار وتعملي جنبيه شويه ملوخيه زي ما انت عايزه اعملي. بس انا اوريكم النهارده الممبار. بصوا الممبار انا جايباه من الجزار متنضف وزي الفل، بس انا طبعا بزود في النظافه بتاعته، بعصر عليه ليمون. والابيض ده دقيق ذره، احنا عندنا حاجه اسمها دقيق ذره بننضف بيها اي زفاره او كده. لو انت ما عندكيش دقيق ذره استخدمي الدقيق عادي. بحط خل وملح وليمون ودقيق وبنقعهم. اول ما تدخلي المطبخ انقعيهم عشان عبال ما تخلصي الخلطه بتاعتك كلها يكون الممبار اتشرب كده ونضف وزي الفل. اول ما تنضفيه وتروحي قلبيه وتبتدي تشتغلي بيه على طول. بصوا الخلطه بتاعتي ما شاء الله شكلها عامل ازاي. معلقه الصلصه حمرت الدنيا معايا وظبطت الدنيا على الاخر، والطماطم كمان لونها احمر اصلا وجميل. بصوا انا غسلت الرز وصفيته كويس جدا. اهم حاجه ان الرز تغسليه ما تنقعهوش، اغسليه وصفيه من الميه كويس جدا جدا جدا. عايزين الخلطه تكون ماسكه نفسها وما فيهاش ميه كتير، مش ميه. طبعا لو واصلين معانا لحد دلوقتي اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بصوا هتقلب الخلطه كويس قوي معايا. وفي الوقت بقى ده هنحط اهم حاجه بقى الزيت. حطي نص كوبايه زيت كبيره، يعني الزيت طبعا كل ما يكون اكتر كل ما يكون الخلطه معايا مفلفله اكتر. كده الخلطه معايا جاهزه، والممبار بقى هاخده اشطفه بقى تحت الحنفيه واقلبه. بصوا في الوقت ده بقى دوقي. لو الخلطه عايزه ملح زوديها ملح. بصوا الممبار لونه ما شاء الله، بصوا غزان ابيض ونضيف وزي الفل ازاي، زي الشمع. هبتدي اسمي الله كده واحشي. تحشيه بقى بايديكي، تحشيه بالقمع زي ما بتحبي الطريقه اللي تريحك. انا عملت اهو ما شاء الله. اهم حاجه الممبار لما تيجي تحشيه يكون فاضي، يعني ما تملهوش رز على الاخر لانه الرز لسه هينفش. خلي الممبار بتاعك ما يكونش مليان رز خالص. هنبتدي بقى نجيب ميه مغليه وهنحط فيها بصله متقطعه، ونحاول نحط بهارات تكون صحيحه عشان تخلي الميه بتاعتي ريحتها حلوه. حطيت ورق لوري، حطيت 2 حبهان، حطيت 2 كبابه صيني. ممكن تحطي حتة قرفة، ممكن تحطي زي ما بتحبي بقى حطي. بس كمان الخلطة نفسها هتنزل حاجات كتير قوي في الشوربة وتخلي طعمها حلو قوي. بصوا هسمي الله كده وانزل في الممبار اهو. هو اول ما تحطيه في الشوربه هو بينفش لوحده ويمسك نفسه زي الفل. هو الممبار بتاعي جالي فخد تقريبا على النار حوالي ساعه الا ربع او اقل كمان. لو طبعا ممبار جملي هياخد وقت اطول معاكي. انت بتطلعي حته تدوقيها واول ما تستوي خلاص كده زي الفل معاكي. طبعا بنطلعه اهم حاجه يتحمر، لازم يتحمر كده ويبقى مقرمش وتحفه
عايزه تحطيه في الفرن برضو زي ما تحبي. وبصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي. يا رب اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم وتعملوا احلى ممبار. انا عارفه ان الناس كتير جدا بتحبه، حتى اللي ملوش في الاكل الحرش شويه بيحب الممبار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. والف هنا وشفا على قلوبكم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله.